السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهاردة لوبيا اللي هي ام عين سودا دي زي ما بيقولوا عليها. وهنعمل ان شاء الله رز بالشعرية. طبعا دي الاكلة المفضلة عندنا كلنا. اول حاجة معايا هنا بصلاية مقطعة في معلقة سمن. هبدأ اشوحها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهحط لها هنا معلقة توم مفروم. طبعا مهما نعمل اكل اشكال والوان كتير وقليل، اللوبيا والرز بشعرية ده اجمل اكل عندنا كلنا، وبالذات لما يكون باللحمة. هبدأ هنا اشوح البصل مع التوم. هنا خلاص كانت البصلايه معايا اتشوحت. هبدأ انزل بقى بالطماطم. هنا انا عينت الكاميرا بس عشان البخار. طبعا واللوبيا هنا حطها جنبيها اتسلقت ومجهزاها يعني. معايا هنا نص معلقة ملح ورشة كمون، بس انا ما بحطلهاش غير كده ملح وكمون. طبعا لو انت بتفضلي توابل تانية عادي ممكن تحط. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هسيبها بقى لما تتسبك، ومعايا اللحمه هنا برضو بالطيب. هسيبها بقى لما تتسبك، وبعد كده هضيف لها هي خلاص اتسبكت اهي. هبدا اضيف بقى اللوبيا واسيبها يدوبك تغلي غلوه فيها، وبعد كده هضيف اللحمه. طبعا اللحمه انا مسوياها، بس هي فاضل لها حوالي بتاع 5 دقايق بس، وهكمل سوا في الصلصه بتاع اللوبيا. حقيقي يا جماعه احلى اكله ممكن تاكلوها اللوبيا والرز بشعريه. طبعا كمية اللحمة بقى حسب أسرتك بقى، كيلو نص ربع اللي عندك يعني. هنا بقى كانت استوت تمام. هطفي بقى عليها، وتعالوا بقى نعمل شوية رز بالشعرية. البتاع السمن كان عمل فيه مية عمال يطرطر على البوتاجاز وبهدل الدنيا. هنا بقى هبدأ أشوح الشعرية تشويحة كويسة، وهغسل الرز واصفيه من المية اللي فيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خلاص الشعرية معايا استوت اهي، شوحت اهي. هبدأ بقى انزل بالرز. هقلب بقى الرز كام تقليبه كده لحد ما تتشوح برضو الرزاية، علشان ده كله ده بيساعد ان الرز ما بيعجنش. بشوح في الرز شويه، بيخلي الرز ان هو بيبدأ برضو ياخد حاجه كده من التحميق. شايفين عامل ازاي؟ شايفين الرزايه بيضت خالص ازاي؟ ده بيخلي الرز معاكي حبايه بحبايه. هبدأ بقى هنا هضيف الشوربه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هخلي بقى الشوربه لما تغلي. انا مش هغطي الحله الا لما تبدا ان الشوربه تغلي وتشرب كل الميه اللي فيها، وساعتها هبدا اغطيها. انا معايا كمون وكزبره وفلفل اسود وحبه ملح. حابه برضه تضيفي اي توابل تانية ضيفي، بس هو الرز بيبقى كده حلو، مش عايز اي توابل تانية. لما بتحطي اي توابل تانية بتغير لك طعمه. احلى رز بشعريه ممكن تاكليه بالطريقه دي. طبعا كلنا بنعرف نعمل رز يعني. كده بقى هبدا اهدي النار عليه خالص واغطيه، اسيبه بقى يستوي وبعد كده ارجع لكم. اهوتي كده كان استوى معايا. شايفين منظره عامل ازاي؟ شايفين التشويحه اللي احنا خدناها للرز مخليه الرز مفلفل وعامل ازاي؟ شايفين؟ هبدأ بقى اشيك عليه. هو استوى، بان عليه استوى طبعا من منظره من غير ما ادوقه. كده خلاص بقى تستوى. هطفي عليه بقى النار، وكده يبقى اكل النهارده خلاص جهز.
اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم. شايفين اللحمه كانت استوت خالص اهي. اللحمه في اللوبيا طعمها جنان يا جماعه. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا منكم وليس